توحشني وانت بجنبي واشتاق لك لو تغيب واحسد اذا المسلم اخو المسلم لا يزقق مع المسلم اكيد. انزل سود الله تقي خنزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. طبعا فطور صحي وحركات كذا. حنا عندنا الفطور الصحي يوم واحد بالأسبوع أو يوم واحد بالشهر، والكبسات الكبسات يومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير وصلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. والله يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى يا رب العالمين. هذا كله عشان خاطر جدتي. جدة ترى ولعت النار عشانك ترى. كل بصل أفا. أول مباراة في ملعب العالمي، في ملعب النصر. أيضا فيما يخص الرياضة وهو من الجانب لا وكيمو بعد قهوة وحركات. عبد الله عبد الله جود. يلا يا بيتي مارتينيز. ينضم نور الدين مرابط الآن في إلى بيتي، لكن بيتي الله ما قلت لك أنا فنان القطة لقط. تسلل انت تقول ترى مباراتك بعد شوي. ها طيب قاعد اقول تسوي. لا اعلمك بس. ما عليك منه. ملعبنا تعال. يلا هدف وخلوا بن زكري يقول النصر لا ياخذ فاولات بعد. يلا كيف ضاعت. بتكلم في موضوع بسيط بالكلام ولكن بالفعل مو بسيط. لا تقنط من رحمة الله. طبعا أنا أخطي وأنت أخطي والثاني يغلط والثالث يغلط وتذنب وأنا أذنب والناس أكثرهم يذنبون، ولكن النقطة الجوهرية في حياتك لا تقنط من رحمة الله. مهما كنت عاصي، مهما كنت مذنب، مهما فعلت أشياء في حياتك ما تتوقع أن الله سبحانه وتعالى راح يغفر لك، ولكن يغفر لك رب العالمين. لا تقنط من رحمة الله. ورحمتي، الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء. لا تقنط. أنا ماني مطوع ولاني يعني ملتزم محافظ في القرآن، ولكن اللي يعرف أنا وتعرفونه أنتم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك اللي حملتك وولدتك وأرضعتك وخافت عليك وسارت عليك الليالي وما تنام إلا أنت تنام، وتتصل عليك إذا أنت كنت خارج في آخر الليل وما رجعت، وتخاف عليك أكثر من روحها وتعطيك روحها لو بغيت. الله سبحانه وتعالى بك أرحم منها. ما في أحد في هذه الحياة معصوم من الغلط أو من الخطأ أو من الحرام. لا تقول لي لا والله فلان ولد فلان معصوم. ما في أحد في الكون ذا معصوم إلا واحد عليه أفضل الصلاة والتسليم، محمد بن عبد الله. هو المعصوم من الغلط في هذه الحياة، ولا غيره ما فيه. لو كان ابن منه ولا لو كان هو مكانه إيش، ما في أحد معصوم من الغلط إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. اعرف أن الله سبحانه وتعالى راح يغفر لك الذنوب جميعا مهما كنت تسوي أو تفعل، راح يغفر لك. ولكن الغلط اللي سويته لا تكرره مرة أو مرتين أو ثلاثة، أو تقول والله أنا بروح أسوي المعصية هذه وبعدها الله راح يغفر لي. لا، أنت تضحك على نفسك، ما تضحك على الله سبحانه وتعالى. كثير من الأشخاص يحسبون فقط اللي ينصحون الملتزمين أو المحافظين. لا، كذا أنت غلط. في واحد تلقاه يدخن وينصحك عن الدخان، في واحد تلقاه حق خراب وينصحك عن الخراب. يعني يقول هذا ترى راح يجيب بك العيد،
وهو قاعد يدخن ولا هو قاعد يشرب ولا هو قاعد يسوي المحرمات. يعني عادي النصيحة للكل، ولكن من يطبقها فقط لا غير. شكرا. والله الله يجزاك خير النصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. يعني كلنا ملزومين بالنصيحة والدعوة، ما هي محصورة لا على ملتحي ولا غيره. والله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن كنتم خير أمة أنزلت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فحنا بزمن ترى قليل جدا اللي ينصح وكثير جدا اللي ينفرون من النصيحة. فأشكرك صراحة على النصيحة، وهذا المطلوب مننا كأمة مسلمة. الله يجزاك خير ويوفقك ويعطيك ألف عافية يا رب. هذا اللي بيننا وبينهم الصلاة. ايه من ترك الصلاة كفر. سبحان الله. واللي بالجنة واللي بالجنة يصلي ويزين الأعمال. اي والله يا جدة. شو حتى جدتي تنصحكم، شوفوا ها انتبهوا. أبو المهون أفا لفيتي علي، لفيتي علي يا ويلي بديت شدوقة. لفت علي والله يا جدة اني ما اترك الصلاة والله الحمد. فجر ما تصلي. لا والله اصليها. تروح تصلي. الله اني اصلي.